سيد جمال وكريستال يا حبيبي اخوك عامل ايه؟ مش محتاج اقول لك ان كريم عبد العزيز ممثل مهم، امرأة من زمن الحب مع سميرة احمد، وكان معاه وقتها ناس من شباب جيله زي محمد رياض وياسمين عبد العزيز. وقتها طلع اشاعه ان كريم وياسمين اخوات، بس الافيه ان اخت كريم الحقيقيه اسمها ياسمين. وبيشارك برضه في فيلم اضحك الصوره تطلع حلوه مع مخرج مهم جدا وهو شريف عرفة، وبطوله الاسطوره احمد زكي الله يرحمه. طبعا دي خطوه مهمه في فيلم حلو كفيله تحط اسم كريم كنجم شاب جديد. وبيشارك برضه في فيلم عبود على الحدود مع علاء ولي الدين الله يرحمه واحمد حلمي. الفيلم ده كانت قبل الخطوه بتاعت صعيدي في الجامعه الامريكيه ونجاحهم كلهم في الناظر برضه. بس يا معلم لا، كريم ولا كان في الناظر ولا كان في صعيدي. عشان في عيد الفطر في سنة 2000 كريم بيعمل فيلم شبابي اسمه ليه خلتني أحب، من بطولته مع شباب جيله أحمد حلمي، منى زكي، حلا شيحة، واخراج مخرجه شاب برضه اسمها ساندرا نشا. وعلى حسب المصادر اللي لقيتها يعني هو كان انجح فيلم في الموسم بتاعه وجاب مليون جنيه. وبالفيلم ده بتبتدي شهاده ميلاد نجم، المنتجين شايفين ان الواد ده جامد ويقدر يجيب فلوس حلو، عشان في 2001 يعمل فيلم حراميه في كي جي 2 مع المخرجه اللي عملت معاه النجاح اللي فات ساندرا نشا. الفيلم ده نجح جدا جدا وجاب 10 مليون جنيه يا جماعه، فرق 9 مليون عن الفيلم اللي فات. ويكرروا النجاح في 2003 بحراميه في تايلاند. حراميه في تايلاند كان نفس قصه التمثيل ونفس قصه الاخراج، بس هو نجح اقل في السينمات، ولما نزل على التلفزيون نجح اكتر من كي جي 2، لان كي جي 2 ما بيتعرضش على التلفزيون. انا عن نفسي بحب حراميه في تايلاند اكتر. اكتب لي انت تحت بتحب انهي يعني. اه صح، انا نسيت اقول لك ان كريم اصلا بيمثل من وهو طفل، ومثل في افلام مشهوره جدا زي المشبوه مع عادل امام وسعاد حسني. فما تبقاش نساي زيي وافتكر السبسكرايب واللايك عشان مهمين يعني. تعال نرجع لموضوعنا، عشان في 2004 كريم بيعمل واحد من احب افلامه لقلبي، فيلم الباشا تلميذ. الفيلم ده بالرغم ان فيه حبه مشاكل الا اني عمري ما زهقت منه، وشفته بدل المره 10 ولا حاجه. والسنه اللي بعدها وهي 2005 بيعمل اقوى فيلم كوميدي ليه واقوى اداء كوميدي لكريم عبد العزيز في تاريخه، فيلم ابو علي. انت افتريت عليا، بس مسامح كريم وانا مش كريم. جنب الكوميدي في الفيلم ده يا جماعه اتشال على اكتاف اتنين، طلعت زكريا الله يرحمه، وانا بحب الراجل ده جدا وكان نفسي دوره يبقى اكبر من كده في الفيلم. هو عم طلع دوره ما كانش صغير، بس انا كنت محتاج اشوفه اكتر بصراحه، كان بيضحكني قوي. وكريم عبد العزيز يا جماعه، كريم عبد العزيز كان اون فاير في الفيلم ده. من احلى مشاهده في الفيلم لما كان مع منى زكي في المركب، ولما طلع وقال لها مبروك وصلنا الخرطوم. المهم يا سيدي 2006 هي سنه مميزه جدا لكريم، لانه عمل فيلمين عكس بعض تماما. اولهم فيلم كوميدي وهو في محطه مصر، فيلم حلو ودمه خفيف، بس الفيلم التاني بالنسبه لي هو فيلم اهم يعني، وهو فيلم واحد من الناس. الفيلم ده صعب جدا ومليان تحديات تمثيليه، سواء النص الاول منه اللي كان عباره عن حرب اخلاقيه، بعد كده النص التاني بيتحول لفيلم انتقامي. وفي الحالتين الفيلم ده كان محتاج ممثل جامد، ممثل قادر يعمل تحولات في الشخصيه بشكل ممتع. وانت عندك كريم عبد العزيز يا معلم. 2007 كريم بيعمل فيلم اسمه خارج على القانون، اللي بعتبره الاقل في رباعيته مع احمد نادر جلال والمؤلف بلال فضل. بس يعني ستيل الفيلم حلو وفيلم يتشاف، بس انا بتلخبط بينهم وبين واحد من الناس بصراحه. المهم يغيب سنه وفي 2009 بيعمل فيلم ولاد العم مع شريف منير ومنى زكي. معلومه سريعه كده عن ولاد العم، المفروض اللي كان يشارك كريم البطوله مش شريف منير، كان المفروض احمد السقا، بس وقتها انشغل بفيلم ابراهيم الابيض، وهو فيلم اصعب بصراحه. ولاد العم ده بالرغم من سطحيته ومبشرته الا ان هو فيلم ناجح وكويس جدا ويتشاف اكتر من مره كمان. 2011 بيعمل اكتر فيلم نحس في تاريخه وهو فاصل ونعود. انا عامل شورت بحكي فيه قصه الفيلم ده فمش هحكيه تاني بصراحه، بس المهم يعني ان بعد نزول الفيلم ده بكام يوم ثوره يناير قامت، فطبعا الفيلم ده انتهى من السينمات، بس لما نزل التلفزيون نجح. وبالمناسبه الفيلم كان من تاليف هشام ماجد. بعد الفيلم ده كريم يغيب 3 سنين على السينما، بس في 2012 يعمل مسلسل اسمه الهروب، وانا ما شفتوش بصراحه فمش هقدر افيدك. وركز معايا هنا بقى قوي، عشان في 2014 يرجع بفيلم عظيم اسمه الفيل الازرق. هنا بتبتدي مرحله جديده في كارير كريم، وبيبدا بدور يحيى راشد، الراجل اللي بعد حادثه مات فيها مراته وبنته بيبقى عايش بذنبهم، بيهرب من الذنب ده بالسكر والمخدرات. الدور ده معقد جدا ومليان طبقات، وكان تحدي لكريم. بس عيب برضه يا جدعان ده كريم عبد العزيز. كريم قدم دور لا ينسى وقدم فيلم ايقوني لدرجه ان هو اتعمل منه جزء تاني وبيحضر له التالت. في 2015 كريم يعمل مسلسل اسمه وش تاني، وانا برضه ما شفتوش، انا تقريبا ما شفتش مسلسلات كريم كلها. بس في 2017 يعمل مسلسل الزئبق. صعبان عليا والله ان فكره المسلسل ده يتعمل له جزء تاني. خلاص يا جدعان، كريم كان ساعتها 30 سنه تقريبا، كريم دلوقتي 50. كريم غاب من بعد الفيل الازرق عن السينما لمده 5 سنين، بس في 2019 يرجع ويعمل حاجه من ناحيه 2006 كده لو فاكر لما قلنا عليه. يبدا بفيلم كوميدي وهو فيلم نادي الرجال السري، الفيلم اللي كان عوده لثنائيته مع صديقه عمره ماجد الكدواني. عملوا فيلم لذيذ جدا بالنسبه لي وفيلم ريواتشبل يعني. الفيلم التاني بقى هو فيلم الفيل الازرق 2، رحله جديده لدكتور يحيى راشد قدام الشيطان نائم، واستمرار رحله اداء كريم المبهر في دور يحيى راشد. مع اني بحب الجزء الاول اكتر، بس لا يقلل من حلاوه الفيلم ده بصراحه. في 2021 بيعمل فيلم تعبان، انا ما بحبش الفيلم ده خالص، اسمه البعض لا يذهب للمأذون مرتين. كان محاولة ان احنا نعمل نادي الرجال السري 2 بنفس الكاست تقريبا،
بس لا، الفيلم بصراحه بالنسبه لي كان تعبان جدا ومش بيضحك وممل. وفي نفس السنه بتاعه البعض لا يذهب للمأذون مرتين بيعمل مسلسل اسمه الاختيار اتنين مع احمد مكي. يعني قشطه مش بشعه، كنت بحب مشاهدهم مع بعض بصراحه، وكان نفسي اشوفهم مع بعض من زمان. السنه اللي بعدها بقى 2022 برضه بيعمل مسلسل وفيلم. المسلسل هو الاختيار ثلاثة. ولد انت مفكرني اغلط في المسلسل ولا ايه؟ انا بيك فان للرئيس ياسر جلال. المهم الفيلم اللي عمله كان فيلم كيرة والجن. الفيلم ده قوي جدا واتكلمنا عنه الحلقه اللي فاتت، بس تعالى بقى نتكلم عن دور كريم. دور كريم كان جميل قوي يا جدعان، وبالنسبه لي ده من اخر الافلام اللي اداء كريم الحركي في الاكشن سريع ومناسب للدور، والدور اصلا مناسب لسنه. في 2023 بيعمل فيلم اسمه بيت الروبي مع كريم محمود عبد العزيز. فيلم لايت كوميدي خفيف كده، بس انا شايف ان هو اتنفخ جدا وما يستحقش كل الفلوس اللي هو حققها دي. 2024 بيعمل مسلسل ضخم اسمه الحشاشين. مسلسل حلو بس مليان مشاكل وفجوات، بس انا بالنسبه لي المسلسل ده من غير كريم عبد العزيز انا ما كنتش اكمل على بعض 15 حلقه. اداء كريم كان مبهر في المسلسل ده، بالذات في الحلقات الاخر لما بدا يعجز والشيب يبان عليه والضعف يبان عليه، عمله بشكل حلو قوي قوي كمان. والسنه دي عمل فيلم المشروع اكس. فاكر بقى لما قلت لك في كيرة والجن ان اداء كريم الحركي مناسب؟ لا، هنا مش مناسب خالص، وهنا بيبان البطء في اداء كريم في الاكشن، وكمان بيبان على كريم عامل السن. الراجل خلاص كبر يا جماعه بصراحه، يعني نعترف يعني. وباجماع كل الناس اللي شافت الفيلم ده ان ده اسوأ فيلم في تاريخ كريم عبد العزيز. انا لسه ما شفتش الفيلم بصراحه، بس وانا بسجل الحلقه دي شفت خبر ان الفيلم نازل على يانجو بلاي يوم 4 الجاي، فانا هشوفه وابقى اطلع اقول لك يعني في شورت. هتقول لي طب انت ما شفتوش عرفت منين ان اداؤه الحركي كان صعب او كده؟ هقول لك لا يا اسطى، شفت مشاهد اكشن يا اسطى، اداؤه الحركي وحش. واخيرا وصلنا لخلاصه الحلقه. تعالى قبل ما اقول لك الخلاصه اقول لك الخلاصه بقى ان كريم ممثل في منتهى الذكاء، قادر يعمل ادوار كتار جدا ويحسسك ان هو بجد مختلف حتى لو شكله الخارجي نفس الشكل. كريم المعنى الحرفي للنجم اللي لو شفت اسمه على افيش يبقى انت قدام فيلم اكيد حلو او فيلم نجح وهيجيب فلوس. زي اسوأ افلامه المشروع اكس اللي كسر ال 140 مليون جنيه. في فيلم وحش يكسر ال 140 مليون جنيه غير لو النجم بتاعه محبوب جدا؟ واظن ان انت برضو بتحب كريم زي ما انا بحبه. وبصراحه انا خلصت اللي عندي، لو انت عندك راي تاني اكتبه لي تحت في الكومنتات، واعمل لايك وسبسكرايب. وبس كده، اشوفك الحلقه الجايه.